مساء الخير مشاهدينا، وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام والشعب المصري دايما بخير وفي أمن وأمان وسلام. طبعا استقبلنا العام الميلادي الجديد، فنقدم أيضا التهنئة لإخواننا وشركائنا في المجتمع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد أيضا. من خلال طبعا برنامجنا ايد واحده بنحاول ان احنا نرصد الحاله الامنيه في محافظات الدلتا الخمس، وايضا بنتكلم عن بعض من مجهودات رجال وزاره الداخليه. قبل ما اتكلم عن اخبارنا النهارده ولقاءاتنا، عايز بس يعني اقدم الشكر والتقدير لرجال وزاره الداخليه الذين يعملون على مدار 24 ساعه على حجم هذا المجهود لتحقيق الامن والامان والاستقرار وتامين أعياد الميلاد المجيد. كل عام وحضراتكم بخير. في هذا الإطار بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. جاء بها بمناسبة العام الميلادي الجديد. يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأماني، ونحن نستقبل عاما ميلاديا جديدا مفعما بالآمال. نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية، وأن يوفق جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. حفظكم الله سيادة الرئيس قائدا تدافع عن الحق، وستبقى مصر بإذن الله وبقيادتكم وطنا أبيا، وسيظل أبناؤها ورجالها رجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات، متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته. وكل عام وسيادتكم بخير. كما بعث السيد وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وللسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كما بعث السيد وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللسيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث السيد وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات السلام في مأموريات حفظ السلام بهذه المناسبة. وكل عام وحضراتكم بخير. مشاهدينا، في إطار اللقاءات الأمنية التي أجرتها على مدار أسبوع، أجريت لقاء مع السيد اللواء طارق أبو الدهب مساعد مدير أمن المنوفية سابقا والخبير الأمني، والحديث عن أهم الحملات المرورية أو أهمية الحملات المرورية في ضبط كافة المخالفات المرورية واستمرار الحملات المرورية بشكل مستمر. أيضا الرقابة المستمرة على الملصق الإلكتروني والصلاحية الفنية للمركبات، ومدى أهمية ترك مسافة الأمان بين المركبات، وجهود الإدارة العامة للمرور في توفير وحدات مرورية متنقلة للتيسير على المواطنين. أيضا اتكلمت في هذا اللقاء عن اهتمام وزارة الداخلية بالبعد الإنساني والاجتماعي وتوطيد العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة. مزيد من التفاصيل في هذا اللقاء مع السيد اللواء طارق أبو الدهب مساعد مدير أمن المنوفية سابقا والخبير الأمني. نطلع نتابع هذا اللقاء ثم نعود بعد ذلك استكمالا لأهم الأخبار الأمنية.
مساء الخير مشاهدينا، وطبعا من خلال برنامجكم ايد واحده طبعا بنتكلم على كل ما يهم المواطن طبعا، ودور وزاره الداخليه في تحقيق الامن والامان والاستقرار، وبنتكلم عن منظومه الطرق الحديثه داخل مصر وما يترتب عليها او ما يتواكب معه طبعا من خلال تطوير داخل الاداره العامه للمرور. لقاء مع سياده اللواء طارق ابو الدهب مساعد مدير امن المنطقه سابقا والخبير الامن. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا يعني احنا كنا اتكلمنا عن مدى اهميه هذه الطرق الحديثه المتطوره على مستوى عالي تنمويا واستثماريا وسياحيا وكل شيء بالنسبه لي بلدنا مصر العظيمه. طبعا اتكلمنا عن الحملات المروريه، وعايز برضه اتكلم مع حضرتك على مدى اهميه وجود الحملات المروريه في ضبط العديد او البعض من المخالفات، طمس لوحات معدنيه سواء كان درجات ناريه او او سيارات، وايه الهدف منها وخطورتها وعقوبه طمس هذه اللوحات؟ حضرتك اللوحات فقط، من طمس اللوحات قبل في يعني برضو في على، ودي اهم حاجه، على الحملات على كشف على قائدي السيارات متعاطي المواد المخدره. طمس اللوحات المعدنيه سواء للدراجات البخاريه او لباقي المركبات، ده من الممكن ان انت ترتكب المخالفه وصعب تترصد، يعني ما تبقاش واضحه، فبتنجو من العقوبه وبتعتاد ارتكابها وبتشجع الاخرين على انهم يسلكوا نفس المسلك. لا، ده هنا بقى حضرتك بتصل غرامات عاليه وسحب الترخيص لمدد ممكن توصل ل6 اشهر كمان، يعني وغرامات عاليه، لان ده في منتهى الخطوره. عند حضرتك كمان برضو الكلام ده ممكن نلاقيه في مركبات التوك توك المرخصه. مركبات التوك توك المرخصه برضو ممكن نلاقي فيها الكلام ده او المخالفه دي. اذا ده طمس اللوحات، يعني ممكن يشيل رقم او ساعات بيحطوا عليها علامه معينه، او علامه معينه، يعني مثلا رقم 9 مثلا، يحط عليه جلده مثلا، او يحط عليه المسمار اللي بيثبت بيه اللوحه المعدنيه تبان ان هي 1 ل9، حاجات زي كده هم البعض بيلجأ اليها، يعني بعض الوسائل دي. طب يعني ما فيش لوحات معدنيه خالص، دي برضو مدى خطورتها ومخالفتها للقانون؟ لا طبعا، ده مخالفتها دي السياره ممكن تتسحب خالص لغايه ما ترخص. السياره او التوك توك او لازم تتسحب لغايه ما ترخص العربيه يعني او السياره، وما ينفعش تمشي بيها تاني قبل ما ترخص. طبعا دي بقى خطورتها سواء في ارتكاب الحوادث المروريه او في ارتكاب بعض الجرائم، في ارتكاب بعض الجرائم. فهي هتيجي من هنا خطورتها. اللي برضو يعني كنت قبل كده حضرتك ذكرت لي الحملات المستمره على الملصق الالكتروني والزجاج الفمي، واكدت على ان خطوره السير عكس الاتجاه، ان ده بتعتبر جريمه عن عمد. تمام. اللي هو دي جريمه عمد، بس هو اللي في بيبقى اكيد ان هو عن عمد، اللي هو السير عكس الاتجاه. لانه عارف ان هو مش مخالف، ممكن يقابل يعني حتى لما هو عارف ان ده عن عمد. يعني هنا الغرامه بتبقى عاليه جدا، الغرامه بتصل يعني هي في تطوير وتحديث مستمر للغرامات، بتصل لحوالي الحبس او الغرامه او باحدى هاتين العقوبتين، عشان طبعا ديا في، لان ممكن تعمل حوادث، ممكن تعمل كثافات مروريه عاليه جدا جدا، ارتباك في الحركه المروريه، عشان كده بتبقى الغرامات او العقوبه اللي مفروضه بتبقى عقوبه كبيره عليه. طيب برضه هناك سؤال يطرح نفسه، يعني طرق ممهده ويعني بمواصفات قياسيه ووجود خدمات مروريه، ومع ذلك فعلا انا متفق مع حضرتك ان نسبه الحوادث قلت، ولكن لما اسمع عن وجود حادثه مثلا على الطريق الصحراوي اسكندريه، وطبعا راح ضحيتها يعني الكثير من الوفيات نتيجه وجود شبوره، عايز اعرف يعني الخطأ على مين في هذه الحالة؟ تمام. حضرتك هو الإدارة العامة للمرور، طبعا حضرتك شفت هذا الحادث؟ طبعا سمعت عنه وشفته، وطبعا يعني احنا بنعزي أسر المتوفين وبنأمل نرجو الشفاء للمصابين. انما احنا لو اتكلمنا على دي هنلاقي انه في الإدارة العامة للمرور في حالة الشبورة هي بتقوم بغلق الطريق بمجرد ما بتحول الشبورة إلى ضباب، يعني بتبقى شبورة كاسية، بيتم غلق الطريق. انما طبعا قبل ما بيتم غلق الطريق، لان لسه الشبوره ما نزلتش،
بتبقى في سيارات ماشيه وماشيه في الطريق ده تنزل عليها الشبوره. هنا هنلاقي بقى بالدرجه الاولى لازم في قواعد معينه اتبعها قائد المركبه. طبعا نمره واحد السير بسرعه في حدود رؤيته، مش في حدود الحد الاقصى للسرعه. في حدود رؤيته. هو شايف قدام الطريق بس قد ايه. رؤيته. الالتزام بالحاره الوسطى في الطريق، تشغيل اضواء السياره كلها مع ان الاضاءه الاماميه تبقى منخفضه، وتشغيل الفليشر، والتهويه الجيده في السياره، انه يفتح زواج السياره شويه علشان بخار الميه الناتج من التنفس ما يترسبش او يبقى مكثف او يتكثف على ازاز السياره من الداخل. كمان كل شويه قائد السياره يعني يحاول يدي كلاكسات، آلات التنبيه، يستعمل آلات التنبيه كل شويه يعملها الحكايه دي. طبعا انه يسير في الحاره الوسطى بيسترشد برضو بالخطوط الطوليه اللي موجوده على الطريق. حاجه مهمه جدا جدا بقى حضرتك اللي هو ترك مسافه الامان. ترك مسافه الامان. دي حاجه في اللي هي ما بينك وبين السياره. دي حاجه في منتهى الامان. حضرتك مسافه الامان بتبقى من 5 ل 10 متر داخل المدن، وخارج المدن على الطرق بتزاد المسافه بواقع 5 متر لكل زياده في السرعه 10 كيلومتر في الساعه. ده في كمان طريقه تانية، بس انا عارف يمكن بعض الطرق هنا ما بتبقاش يعني سامحه بيها، انما في الشبوره يا ريت نتبعها، اللي هو مثلا السرعه مثلا نقول 60 كيلومتر مثلا، تقسمها على 2 30 يبقى زائد 5 يبقى 35 متر. طبعا كل ما نتبع او نلتزم بمسافه الامان كل بالتاكيد ما الحوادث هتقل جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه مهمه جدا، وقبل ما اسيب النقطه دي، هنا برضو يا ريت اقول وجهه نظري او اقتراح، مفيش في القانون اللي هو ضبط المخالفه دي اللي هو الالتزام بمسافات الامان. يا ريت يبقى في تعديل برضو او تدخل تشريعي بحيث يجرم مسافه عدم ترك مسافه الامان. انا مش هستنى لغايه لا قدر ما تحصل حادثه وبعد كده اقول ايضا الراجل ما التزمش بمسافه الامان وبالتالي يعاقب. ده في قانون العقوبات، ده في قانون العقوبات. لا انا عايز الاول اظبطها زي السرعات مثلا، لما بظبطها انا مش هستغرق ما نستناش السرعه بتحصل، لا ده انا بظبطها علشان ما تحصلش الحادثه. فيا ريت برضو هنا في تدخل تشريعي بحيث انه يجرم عدم الالتزام بمسافات الامان. الحاجه الثانيه برضو اللي بتتسبب في الحوادث الاطارات المتهالكه. دي في منتهى الخطوره. دي صيانه فنيه بقى. دي في منتهى الخطوره. دي في منتهى الخطوره. الاطارات دي في منتهى الخطوره. وطبعا احنا هنا الاطار برضو عشان اوضح للساده المشاهدين، الاطار تعرف انه او تعرف صلاحيته من او مده صلاحيته بيبقى في اخر الاطار في 4 ارقام. يعني لو فرضنا مثلا 20 23 يعني معنى كده ان هذا الاطار صنع في الاسبوع ال20 من سنه 23، يعني في شهر 5 سنه 23. طيب الصلاحيه قد ايه؟ هي طبعا في حاله استخدامه بتتراوح بقى من حسب جوده الاطارات من اطار للتاني، انما او من شركه للتانيه، يعني الشركات المنتجه تروح من 40 ل 50 الف كيلو متر. طيب هنفرض بقى انه لم يستخدم خالص، مش معنى كده انه ملوش فتره صلاحيه، له فتره صلاحيه بتبقى برضه حسب الشركه يعني جوده الاطار والشركات المصنعه كده بتبقى من 6 ل 10 سنين، ده لو فرضنا عدم استخدامه تماما يعني. فلازم قائد المركبه او مالك المركبه يراعي الكلام ده. طبعا احنا نعرف منين برضه الحاجات دي كلها مهمه، نعرف منين انه الاطار اصبح غير صالح او تالف. اولا طبعا في ناس بتبقى معروفه من اولها ان انا ما اشتريش اطارات مستعمله، يعني انا عارف طبعا دلوقتي الاطارات سعرها عالي، انما معلش حياتك يعني تساوي الكتير، حياه المواطن بتساوي الكتير. لا انا اشتري اطار بحاله، اطار على الزيرو، مش بحاله جيده، اطار على الزيرو احسن ما اشتري اطار مستعمل والى قدر يحصل حادثه. يعني ده كده لا حافظت على روحك ولا حافظت على مالك. كمان حضرتك انا في بقى بعض الحاجات بتظهر زي مثلا نلاقي فقاعات بيضاء تظهر على الاطار، النقشه اللي موجوده على الاطار بتتمسح، اللي بيحصل تفتيل كده فتله تطلع منه على نتيجه السلك بتاع الاطار. كل الحاجات دي حضرتك برضو بتؤدي او بتساهم في او تساعد على ارتكاب
يعني حصول الحوادث. فيا ريت المواطن يلتزم بالقواعد دي، وخاصه زي ما قلت لحضرتك مسافات الامان و الاستخدام اطارات بحاله جيده وصيانتها برضو من ضمن الحاجات. البعض بيكسل، مثلا هيطلع مشوار او رحله يبقى مستعجل، لا لازم كل شويه اللي هو الكشف الدوري او العنايه ازاي ان هو ياخد مقاس اللي هو مقاس الهواء بتاع اطارات السياره. بالظبط. يعني في نقطة مهمة جدا يا فندم، هي لغة التواصل ما بين قائد المركبات. وهنا الحملات المرورية دايما بيبقى في الصلاحية الفنية او في فحص لازم بيتأكد عليه الإضاءة بتاعت السيارة والإشارات اليمين او اليسار مدى أهميتها. وأحيانا بنلاقي بعض قائد المركبات يعني ما يقول لك ما مش مهم، انا هدخل يمين او هدخل شمال. طب ازاي انت هتتحرك يمين او شمال بدون علم قائد المركبه اللي جنبك انك انت داخل يمين او شمال؟ مدى خطوره هذا الموضوع، وهل فعلا دي بتمثل مخالفه هي بتؤدي الى انت حضرتك عشان يهرب من الحملات يعني، ولا حضرتك قصدك ايه؟ يعني بيبقى ماشي مثلا بالسياره والفانوس عنده محروق، او الاشارات محروقه، او في اشاره مش شغاله معطله، او معطله. انت عايز تقول انه يكتفي بقى ويمد ايده من الشباك وانه داخل شمال والكلام ده. ممكن ما بديش ايدي اصلا خالص. طب انا اعرف منين اللي ماشي قدامي ده داخل يمين او شمال؟ طبعا. وده بيحصل، ده اسلوب بيحصل قائد المركبات. ما هو ده برضه من ضمن الحملات، من المخالفات الحملات المروريه الثابته بقى، دي او المتنقله الصلاحيه الفنيه. دي الصلاحيه الفنيه بتاعتها. ودي برضه هنا بيتم سحب تراخيص السياره مع طبعا توقيع الغرامات لغايه ما يتدارك. طبعا السحب بيبقى فيه ايصال لفتره معينه، ما هوش بيبقى على ما اظن اقصاه اسبوع او يعني حاجه زي كده يعني، لغايه ما يتلافى هذه الملاحظ. لو زرت تاني لا السياره بتصادر، لانه دي بتؤدي لا قدر الله لكوارث مش لحوادث، وخاصه على الطرق الفرعيه. بالزبط. يعني احنا هنا عندنا في المحافظه الغربيه حوالي 54 طريق فرعي. فطبعا الحاجات دي بتبقى في منتهى الخطوره. نسيت اقول لحضرتك برضو في بالنسبه انا بتكلم على الطرق الفرعيه، بتبقى هي يا دوبك يعني حاره واحده اتجاهين. برضو بالنسبه للشبوره المائيه التخطي، عدم التخطي اطلاقا ممنوع تماما خالص. عدم التخطي خالص. طبعا ده برضو في الطرق الفرعيه طبعا ممكن يتخطى، لانه هو طريق واحد اتجاهين اتنين، ممكن يتخطى بس يتاكد تماما من خلو المقابل اللي جاي ليه. وبقى مش تلاقيه ده بعيد السياره عنه شويه، طبعا هلحق قبل ما تقابلني، لا يتاكد تماما سواء اللي جاي وراه او المقابل. ده لازم ياخد باله عشان نقلل من الحوادث. شبورة مائية كثيفة تصل أحيانا لحد الضباب تغطي معظم الطرق من المساء وحتى الصباح. يتعذر معها على قائد المركبات الرؤية الواضحة أثناء القيادة سوى لأمتار قليلة، ما يشكل خطرا عليهم. لذلك وضعت الإدارة العامة للمرور خطة لمواجهة تلك الظاهرة، تتمثل في الغلق المؤقت للطرق التي تشهد شبورة كثيفة ويستحيل معها الرؤية، ويتم وضع حواجز لإحكام الغلق حرصا على سلامة قائد المركبات. كما يتم تفويج السيارات تباعا بمعرفة رجال الإدارة العامة للمرور وتمشيط الطرق بصفة دورية للتأكد من تطبيق الغلق، وهي إجراءات تهدف للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتجنب ما ينجم عن الشبورة الكثيفة من حوادث. كما تنسق غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الملائمة على الطرق التي تتعرض لشبورة كثيفة ويضمن سلامة مرتاديها. مع قيام الإدارة بجهود للحد من تداعيات الشبورة المائية، فإنها تؤكد على قائد المركبات اتباع إرشادات معينة أثناء القيادة في الشبورة، وهي إضاءة جميع أنوار السيارة مع عدم استخدام أنوار عالية، استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية للغير، فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف المياه بداخلها، استعمال مساحات المطر مع آلة التنبيه ليشعر الغير بوجودك، الحذر من السير في منتصف الطريق وعدم التخطي بالسيارة. في حال تعطل السيارة يتم تجنيبها إلى أقصى اليمين. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور على كافة الطرق واتباع كافة القواعد والإرشادات المرورية للوصول لوجهتهم بسلام. اهتمام الإدارة العامة للمرور وطبعا على كافة محافظات الجمهورية بالتعريفة الخاصة بالأجرة والحملات المستمرة وسؤال الركاب عن انت دفعت كام وراكب منين.
الحاجه الثانيه تقطيع خط السير بالنسبه للسيرفيس، الحاجات دي كلها، وبرضه مدى مخالفتها بالنسبه للقانون. تمام. دي حضرتك بقى بنسميها مخالفه خط السير. وهو هنا ده اللي بيقطع بيطلق عليه اللي بيطلق عليه كلمه بيقطع وبيجزأ تجزئه خط السير. طبعا ده يعني بدل ما هي رحله واحده مثلا تبقى سعرها مثلا مثلا 5 جنيه، يعمل رحلتين تبقى ب 10 جنيه، 5 و5. هنا الحملات المروريه المستمره بتوقف قائد. اولا بتبقى عارف احنا بنتكلم على السيرفيس، ما هو السيرفيس هو اللي بيبقى منوط بيه او مكلف باتباع خط سير معين. هنا طبعا الحملات المروريه والخدمات، مش حملات، لازم خدمات المروريه هي اللي بتبقى عارفه، بيبقى على سياره السيرفيس محدد خط السير في اللي عليها من كده مكان فلاني كذا الى لمكان كذا. طبعا الخدمه المروريه المتواجده لو لقت انه خط السير مخالف للمدون على السياره نفسها يوقفوا وبيسحب التراخيص منه. برضو انا عايز اقول انه وده من ضمن اشكال التطوير، ان اللي ابتدى يساعد في الاقلال من هذه او الحد من المخالفه دي، مخالفه خط السير، زياده عدد وسائل النقل من خلال شركات النقل الجماعي. حضرتك احنا الخدمه المروريه شانها شأن اي خدمه او سلعه ينطبق عليها قانون العرض والطلب. كلما زاد المعروض كل ما الخدمه او السلعه اتحسنت. لما انا الاقي هنا بقى لما في الاقي سيارات نقل، مواصلات نقل متاحه، مواصلات النقل الركاب متاحه، فهو هنا مش هيبقى الراكب مضطر انه يركب سياره سيرفيس واي مكان. يعني مش مكان طبعا، في مش مكان كل سيارات السيرفيس، في كثير منهم ملتزم على فكره. يعني البعض هو ساعات اللي بيخالف، وده موجود في اي قطاع من القطاعات عموما يعني. فهو ساعتها هنا المواطن هيبقى يلاقي وسيله تانية مش وهيختار الحاجه اللي تناسبه افضل. المواطن بالنسبه له هيبقى افضل، وفي نفس الوقت هيجبر البعض، مش بقول الكل، البعض اللي هو بيبقى عايز يخالف انه مش هيخالف، والا المواطن هيسيبه يروح ليه ويحسن من نفسه كمان. ده كمان حاجه تانية، انه انعكس على تعرفه الركوب. ما هو حضرتك كل ما المعروض بيقل، ده في اي سلعه يعني، كل ما بنلاقي بقى ارتفاع حتى بالمخالفه لسعر المواصلات او تعرفه الركوب. انما كل ما السيارات او وسائل النقل زادت، كل ما يبقى فيه التزام بتعرفه الركوب، والا المواطن ايه اللي هيجبرني ان انا اركب حاجه ممكن يبقى فيه مغالاه عليا بتعرفه الركوب، طالما ان انا هلاقي وسيله تانية فيها التزام بتعرفه الركوب. تمام. ازاي المواطن هنا يكون ايجابي ما يبقاش سلبي لو في حاله ان هو ركب سيرفيس والسواق قال له لا احنا هننزلكم هنا؟ احيانا في بعض المواقف بيحصل كده، لو ما لقاش مثلا المرور، احنا مش هنوقف طبعا المرور على كل سياره يعني، ولكن احيانا في بعض السلوكيات يقول لك احنا هنوقف هنا وننزلوا هنا. المفروض هنا المواطن هنا يعمل ايه؟ هو المواطن هنا يعني برجو من الكلام ده انه يتوجه، بس يعني يكونوا يعني ايه، ما هو اصل المواطن لوحده ما يكفيش. مواطن لوحده ما يكفيش. يعني لازم يبقى اكتر من مواطن، 2 و3 يعني في نفس الرحله، 2 و3 يتوجهوا بشكوى لاداره المرور، مباحث المرور. مباحث المرور، بس ما يكونش مواطن واحد، لانه طبعا مواطن واحد يعني ساعتها بقى من الممكن نخش في الله اعلم ده كان حصل مشاده كلاميه ومش عارف ايه. لا يبقى كده، لا ده كان 2 و3، لا ده بيتقدموا الشكوى. مش معقول 2 و3 هيبقى في مشاده كلاميه تطورت الى كده، لا، او انه هم بيدعوا على السعر كذبا، لا. وعلى الفكره اللي انا ملاحظه الفتره الاخرانيه ابتدى في يعني كثير منهم، ويعني مش طول عمرهم مش كل بيخالف، لا ده في الكثير منهم فعلا اللي ابتدى يلتزم بخطوط السير. سلوكيات قائد المركبه، احيانا في بعض السلوكيات اللي بتبقى خاطئه، ان قائد المركبه ممكن يبقى شايل ابنه ويقود السياره. هو طبعا يعني هقول هو يعني هو حبا، ولكن للاسف ممكن يؤدي الى مش كده وبس، كارثه. ده مش كده وبس، ده ممكن كده، ممكن حكايه التحدث في المحمول في حاجات يعني ما هياش حاجه تستاهل يعني. ده في كمان ان هم بيتناولوا الطعام وهو بياكل وهو بيقود السياره. كل الحاجات دي اوتوماتيك يعني بنسبه كبيره لا قدر الله، بس كده بتؤدي لوقوع الحوادث. لكن طبعا لو ظبط في مخالفه طبعا ده على طول، دي مش فيها كلام، دي ما لا دي مجرمه على طول، بيؤدي الى كوارث. اذا بعض السلوكيات الخاطئه اللي ممكن بيبقى تعريض حياه الاخرين للخطر. ازاي ده بيمثل يعني يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي لما يبقى فيه حادثه او حوادث؟ ده بيبقى له تاثير على الاقتصاد بتاعه. طبعا ده حضرتك شوف انت حجم التلفات اللي بتحصل، حجم العطله، تعطل
ممكن الطريق يتعطل قد كده. ممكن يعطل خط انتاج يعني ممكن. على سبيل المثال يعني. طبعا لان الخط ممكن كمان في بعض المرضى بيبقى مثلا عايزين يتنقلوا، ممكن لا قدر الله ياثر على حياتهم لا قدر الله. كل ده بيأثر كمان على زي ما بقول لك على الاستثمار. وانا مش كل شويه المستثمر عايز وقته، ده وقته بفلوس. ما هو مش كل شويه حوادث تحصل هنا هيبتدي هو يعني هيبقى دي من ضمن الاسباب، مش كل الاسباب بس من ضمن الاسباب اللي تخليه انه يعني ايه يتخوف من انه يستثمر ماله احسن يعني عاكس عليه سلبا من خلال الحوادث. بالظبط. طبعا يعني الاداره العامه للمرور ما بتشتغلش لوحدها، بتشتغل طبعا بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه، زي مثلا الصحه، الطرق والحاجات دي كلها. عايز برضو اتكلم على مدى اهميه هذا ايضا الجامعات والاستعانه بالساده المهندسين او الساده الدكاتره في كليه الهندسه ب ازاي ان احنا نعمل طرق حديثه، ازاي حتى نعمل مطبات حديثه، الحاجات دي كلها. تمام. هو حضرتك بيبقى يعني مع الجامعات كليه الهندسه، الهيئه العامه للطرق والكباري، وزاره الصحه، ده بالنسبه للخدمات الصحيه، بالنسبه للاسعاف والكلام ده كله. كل ده بيبقى بيتحدد من خلال اللقاءات او اللي بتحصل او الاجتماعات اللي بتحصل ما بين الجهات المختلفه دي، علشان ممكن نعمل مثلا داخل المدن كمان مش على الطريق بس. يعني مثلا عايزين نعمل يوتيرن معين مثلا، او على فكره كمان الادارات الهندسيه في يعني داخل المدن بتبقى مش اختصاص الهيئه العامه للطرق والكباري، بتبقى اختصاص مديريه الطرق والنقل داخل المحافظه. بيبقى برضو من خلالهم مثلا عايزين نعمل يوتيرن معين، عايزين نقفل يوتيرن معين على حسب الكثافات. كل ده مثلا بنحط وحدات اسعاف فين، ده كله بيبقى من خلال برضو تنسيق مع وزاره الصحه. تمام. كيفيه تجنب ما يسمى او ما يطلق عليه بالنقاط السوداء في الطرق؟ حضرتك ابتسمت يعني. هو اصل هقول لحضرتك البعض عارف لا هو هقول لحضرتك اصل هو ايه يعني، خلينا بس يعني ايه يعني وده تالي ده اتجاه الدوله في بعض الطرق حضرتك في كثافات مروريه عاليه جدا جدا فيها، يعني اصبحت اشبه ما يكون كانها طرق داخليه. لو انت حاولت تعدل فيها كانك بتنقل المشكله من مكان الى مكان. ما عملناش حاجه ما عملناش حاجه زائد عدم امكانيه. يعني انت عشان كمان تنقل خلي بالك في بعض النواحي الهندسيه ما تقدرش يعني كده مش طب نعمل هنا طب نفتح هنا ونقفل هنا، لا ده في حاجات مواصفات هندسيه معينه لازم تراعى والا تسبب لا قدر في وقوع حوادث. يعني مثلا منزل عايز ما ينفعش تنقل يوتيرن عند منزل كوبري الا بمسافه معينه والا هتسبب في حوادث، لانه طبعا افرض السياره جايه مسرعه من منزل الكوبري لازم يبقى في مسافه معينه طبعا عشان ما يحصلش حوادث اللي هي نقطه التلاقي، نسميها نقط التلاقي. الكلام ده حضرتك بقى ايه يعني طبعا اليوترنات لما تبقى معموله مصممه بطريقه هندسيه مظبوطه، بس خلي بالك من يعني نقول ايه امكانيات الطريق. ما هو انت عشان المتاح عندي ايه؟ المتاح عندي ايه؟ يعني المفروض في حاره ابطاء مثلا. ما هي المشكله في النقط السوداء في الغالب بتبقى في نقط التلاقي. نقط التلاقي دي هي اللي بتعمل حوادث في الغالب. طب عشان تتلافى دي لازم اليوتيرن يتعمل مظبوط. اليوتيرن بيبقى فيه حاره ابطاء وحاره اسراع. ده انت كده طب حجم مساحه الطريق مش مستحمل انك انت تعمل كده. في كمان عندنا في مداخل بعض القرى على الطرق الزراعيه للاسف، يعني مش للاسف يعني على مدار الفترات الطويله المد او الزحف السكاني الكتله السكانيه مدت على الطرق. ده شمل كتل سكانيه مباني، شمل قاعات افراح، شمل مدارس، شمل دور عباده. كل ده حضرتك بيخلي بقى الايه هنا صعب قوي ان انت تتحكم في ان انت تعمل مواصفات صح. تقول لي طب والحل بقى هنا حضرتك يبقى يا ريت وده اتجاه الدوله وان شاء الله يتم كده المدن الجديده. المدن الجديده انه التخطيط الهندسي بتاعها بيبقى من الاساس مش كده وبس، المدن الجديده وان شاء الله يبقى فيها بحيث تشجع المواطن. وعلى فكره في كثير بيحبوا يفضلوا كده عشان فرص العمل. تشجع المواطن انه ينتقل ليها لما يلاقي طبعا مدن عمرانيه جديده فيها خدمات صحيه فيها تعليم فيها فرص عمل، هو هينتقل للعيش فيها. ده بقى هنا ساعتها اللي اقدر اقول لك انه لان بتبقى الامكانيات متاحه هناك، الامكانيات بقى الطرق معموله صح، ما فيش كثافات سكانيه عاليه، كل ده من الممكن بقى انه مش ممكن بالتاكيد هيساهم في القضاء على الظواهر الزياديه اللي هي النقط السوداء دي. تمام.
بيسموه كده المطبات الصناعيه بتاعت الاهالي. بس ازاي التخلص من هذه المشكله؟ هو انا ملاحظ الحمد لله دلوقتي على الطرق الزراعيه بقت لا، طبعا المطبات الصناعيه بتبقى معموله لا بمواصفات هندسيه صح، ده ممكن ياثر على المركبه، ده ممكن ياثر على واحد ماشي بسرعه وفاجئ بيها. كل الكلام ده كله انا ملاحظه انه على ده بيبقى بيتم من خلال ايه بقى؟ من خلال المرور المستمر من ادارات المرور والاداره العامه للمرور على الطرق عشان رصد وطبعا برضو المفروض الهيئه العامه للطرق الكباري بتقوم بالدور ده عشان رصد المطبات الغير مطابقه للمواصفات. وبيعملوا دلوقتي يمكن انت لاحظت عندنا هنا على الطريق الزراعي في مطبات بقت معموله بطريقه هندسيه. فده اللي يعني بيتم، او دي الاسلوب اللي بيتم التغلب بيه، وقلت جدا جدا. يمكن حصلنا بعد بعد ثوره 25 يناير حصل الكلام ده، انما الحمد لله دلوقتي انا ملاحظ ان هي بتقل جدا جدا، يمكن الكل ملاحظ معايا الكلام ده. طبعا يعني احنا اتكلمنا على الخدمات المروريه وداخل المولات الكبيره او بالشكل ده، وده طبعا تسهيلا وتيسيرا على المواطنين. برضو عايز اتكلم على من ضمن الخدمات المروريه في السيارات اللي هي بتروح، سيارات متنقله بتروح للقرى او الاماكن اللي هي البعيده، بحيث انها بتوفر على المواطن هو ممكن يسافر او يمشي مسافه كبيره مثلا علشان يجدد رخصه او الحاجات دي كلها. تمام. وده كله بيتعمل من خلال السياره اللي موجوده دي. هو بقول لك هي حاليا يعني ايه، هي في يعني ان شاء الله يتم تعميمها على كل المحافظات. هي حاليا موجوده في بعض المحافظات وان شاء الله يتم تعميمها. طبعا ده هيؤدي بقى الى يعني نقول طفره فعلا، لانه كده انا هخف الضغط تماما، لانه في كثير جدا جدا من القرى، في كثير جدا سواء سيارات اجره، سيارات سيرفيس، سيارات ملاكي، اعداد كبيره جدا جدا. ان شاء الله لما تتوفر هذه الخدمه هي موجوده في بعض المحافظات هيبقى المواطن يحس بالفرق، وان شاء الله هي في طريقه للتطبيق. تمام. اللي طبعا يعني عارفين ان في كل يوم بشكل مستمر تطوير، وزي ما بنشوف من خلال مواقع النت او المواقع الخاصه بوزاره الداخليه بخدمات مروريه، وفي الاتصال بالكول سنتر برضو مدى اهميته، وامتى اتصل بالخدمه دي علشان اقدر احصل على ما اريده مثلا. هو زي ما حضرتك دي في احنا اتفقنا، او يعني زي ما قلنا في خدمات اللي هي رصد الطريق داخل المدينه بيبقى فيه رقم معين في اداره كل اداره مرور. تمام. حضرتك مثلا هنفرض ان انت الوقوف في الممنوع مثلا، وحصل انه سياره المرور كلبشت السير مثلا، هنفرض انه في حادث مروري مثلا حصل، في مثلا في تعطل للسيارات كده، في السياره ضلت الطريق مش عارف الطريق يوصل ازاي. دي الخدمات اللي زي كده من الممكن ان انت او الراكب او مالك قائد السياره يعني يتصل بخدمه الكول سنتر، وهي بتذلله العقبه اللي بيسال عليها. تيسيرا على المواطنين ولتقليل التزاحم على وحدات المرور، فقد أتاحت وزارة الداخلية عددا من الخدمات المرورية إلكترونيا مع سداد المبالغ المستحقة إلكترونيا أيضا، وهي تجديد رخص تسيير المركبات الملاكي حتى 2030 سي سي، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكي، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مركبة، خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التي يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة. تلك الخدمات تقدم من خلال بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، والتي يمكن الدخول إليها من خلال رابط الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة من البنوك المصرية على مدار اليوم، مع الإعفاء من الرسوم الإضافية. وفي الحالات التي تستوجب التوجه إلى وحدة التراخيص كالفحص الفني، فإن السداد الإلكتروني يساعد في اختصار زمن أداء الخدمة، فضلا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فوري للسداد الإلكتروني. سيادة اللواء طارق أبو الدهب مساعد مدير أمن المنوفية سابقا وخبير أمني، احنا طبعا يعني بيبقى فيه ظروف طبيعية أو ظروف غير طبيعية أو كوارث مثلا الجو، أمطار، شبورة، الحاجات دي كلها،
وخاصة خلاص احنا بدأنا في يعني فصل الشتاء. فصل الشتاء. طبعا بيبقى فيه محاذير، وانا عارف طبعا ان إدارة المرور او الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور. والهيئة العامة هيئة للمرور الأرصاد الجوية طبعا. تمام. بيبقى فيه تواصل مستمر عشان الاطلاع على كل ما هو جديد. اتكلم على التعاون ده، وفي نفس الوقت موجود إدارة عامة للمرور للحفاظ على قائد المركبات. تمام. طبعا احنا قلنا الاحوال الجويه على راسها الشبوره المائيه او الضباب. بعد كده هنلاقي في بعض الاحيان الامطار الغزيره اللي بتصل لحد السيول في بعض الاحيان في بعض المحافظات، وعلى العواصف والرياح الشديده، العواصف الرمليه والترابيه. هنا دور الاداره العامه للمرور وباقي الجهات الثانيه زي هيئه الارصاد الجويه زي المحافظات كمان. هنا لو فرضنا في امطار متوقع حدوث امطار غزيره، هنا بيبقوا الساده المحافظين بالتنسيق مع ادارات المرور والحمايه المدنيه بيوفروا سيارات شفط المياه عشان ما يحصلش تراكمات مياه كتيره تعوق حركه السيارات او تسبب في حوادث. في كمان برضو بالنسبه في حاله الضباب الشبوره المائيه او في حاله العواصف الشديده زي ما قلنا بيتم غلق الطريق. طيب هنقول بقى انه الطريق لم يغلق الا لما بتحول الشبوره الى ضباب، بيبقى كثيف يعني شبوره كثيفه، بيبقى في ساعتها السيارات عدت خلاص. هنا حضرتك بيبقى في برضو توجيه بقى انه سياره مرور تبقى تحاول طبعا بقدر الامكان يعني يبقى في حرص ويعني اللي هو التفويج. تمام. بيبقى ماشي في هيئه قول في مسافه بين كل سياره والثانيه، وبيبقى سياره المرور ماشيه بالفليشر وكل يعني بنراعي نفس الحاجات. طبعا سياره المرور هتراعيها والباقي بيراعي نفس سواء مسافه الامان زي ما قلنا او سواء تشغيل مصابيح الاضاءه او فتح الزجاج عشان التهويه الجيده او التزام بخط بالحاره الوسطى من الطريق. طبعا بيبقى سياره المرور في المقدمه وبيبقى الاقوال ماشيه وراها بالتنسيق مع هيئه الارصاد الجويه اللي بتختارها، وبالتنسيق مع الساده المحافظين، وبالتنسيق برضو مع وزاره او هيئه الاسعاف عشان لا قدر الله في حدوث يعني لا قدر الله حوادث ولا حاجه يبقوا جاهزين ستاند باي على طول. إذا يعني على سبيل المثال لو كان في بعض الحوادث طبعا اللي حصلت نتيجة الشبورة أو التي تحولت إلى ضباب، ده خلاص دي سيارات عدت في النور زي ما بنقول، وبعد كده نزلت عليها الشبورة. نزلت عليها الشبورة. في حاجة مهمة كمان يا ريت بدون قطع كلامك، إنه الشبورة بتبقى متحركة من مكان لمكان. فبنلاقي يعني ايه مش متحركه او كثيفه في مكان ومش مكان وترجع تبقى كثيفه. النصيحه لقائد السياره انه لما خرج من مكان فيه شبوره كثيفه ولاقي مكان فيه الشبوره قليله، مش معنى كده انه ياخد سرعته، لا برضه يتنيه ماشي على السرعه، انه هيلاقي مكان تاني فيه الشبوره قدام فهيخش بسرعته ممكن لا قدر يحصل حادث، لا يتنيه برضه ملتزم بنفس السرعه اللي كان ماشي عليها. دي حاجه مهمه. في مسؤوليه على قائد المركبه في هذه الظروف. طبعا بالتاكيد وده مصلحته واخد حرصه كويس جدا. حتى بقول لك لو فرضنا ان في بتبقى متنقله او في اماكن تقيله واماكن بتخف وترجع تاني تتقل، لا لازم قائد السياره يراعي الاداب او القواعد دي، ومن ضمنها انه دايما مش معنى كده انه لقى مكان خلاص الشبوره خفت فيه ياخد سرعته يقول طب عشان الوقت، طب ما انت هتخش تاني على في مكان فيه شبوره كثيفه، ممكن بقى لا قدر الله تفاجئ بالشبوره قدامك وما انتش عارف مين ايه اللي قدامك. عايز اتكلم يا فندم مع حضرتك على البعد الانساني والبعد الاجتماعي طبعا، واحنا شايفين ده من خلال مجهودات وزاره الداخليه طبعا لتوطيد العلاقه ما بين المواطن ورجل الشرطه، وايضا تعريف المواطن بمجهود رجل الشرطه اللي بيبذله على مدار 24 ساعه. يعني زيارات مستمره لدور الايتام، لذوي الهمم، كل هذه الاشياء وتاثيرها ايضا نفسيا عليه. هو طبعا دي مش الكلام ده ما بيقصرش او بعض المستشفيات ايضا. تمام. الكلام ده طبعا ما بيقصرش على ادارات المرور، لا هو بيبقى بالدرجه الاولى على جميع العاملين طبعا في وزاره الداخليه. طبعا فاهم. سواء بقى بيعملوا زيارات ميدانيه لبعض زي ما حضرتك مصالح الحكوميه للجامعات، من خلالها ممكن يقفوا على شكاوى المواطنين سواء امنيه او سواء مروريه. المدارس بيعدوا على المدارس يعني عشان يحاولوا يبقى ينشروا الوعي المروري بطريقه او باخرى يعني، او مجرد تعريف بس بابسط المبادئ او القواعد المروريه.
كمان هنا بقى حضرتك في، يا ريت في برضو كان مقترح انه حضرتك يعني ايه، لازم غرس الوعي المروري عند المواطنين. هذا الوعي يا ريت يتم من خلال تدريسه في مراحل التعليم، وبالتحديد النشء بقى التعليم الاساسي، مرحله التعليم النشء الاساسي. ومع احترامي الشديد لرجال التربيه والتعليم، يا ريت ده يتم عن طريق متخصصين في العمل المروري، لانه طبعا التخصص هو عماد النجاح. ويكون هذا السلوك او الاسلوب يتم التدريس، ما يكونش نظري، عشان بس نبقى عمليين، يبقى دراسه عمليه. الدراسه النظريه دي يعني بيبقى كانه بيحفظ على فكره ده بيحصل في بعض الادارات، الاطفال الصغيرين بيجوا داخل مدرسه تعليم القياده، وفي اداره مرور غربيه بتحصل. انما انا عايزها بقى تدرس في المدارس، وخاصه في مرحله التعليم الاساسي. تدرس ماده، تدرس من خلال متخصصين رجال المرور، طبعا مع احترامي لرجال التربيه والتعليم، انما طبعا دول اكثر تخصصا وخبره في هذا المجال، فيا ريت تستعان بيهم. ويبقى الدراسه مش نظريه، تبقى دراسه عمليه. ده هيفرق جامد جدا جدا في غرس الوعي المروري من الصغر. بالظبط، هيبقى نشأ على كده، تبقى خد على كده، بيبقى سلوك فعلا، سلوك بقى، مش محتاجين بقى حكايه قوانين وعقوبات وغرامات، هو سلوكه بقى ده معتاد على مثل هذا السلوك. يا ريت الكلام ده يكون في الجامعات، زي ما بقول يعني، يا ريت يبقى كمان يبقى التدريس في مراحل الجامعه، بس في كل الاحوال، سواء في مرحله التعليم الاساسي او في مرحله الجامعات، ما يبقاش دراسه نظريه تدريب عملي مختصين من الاداره، من خلال مختصين من ادارات المرور، اللي طبعا بيبقوا دول اكثر خبره في هذا المجال. ويبقى يعني ناخدها كانها مش ماده، عشان الدراسه النظريه بيبقى ماده نجاح وسقوط فما بتديش اثر، فلازم دراسه او تدريس عملي، دراسه عمليه لقواعد المرور. وكمان يمنح من الممكن بقى عشان تحفيز بقى، ان هو لما ممكن بقى دراسه عمليه بقواعد معينه، بياخد شهاده، يعني ياخد شهاده دي ممكن يبقى لها، بس طبعا مع تعديل اللوائح يبقى لها اثر، او يعني يبقى تحفيز ليه، انه كده في يعتبر تخطى جزء في الحصول على رخصه القياده، بحيث خلاص يعتبر كده دي يعني تعتبر دي من ضمن الحاجات المحفزات اللي عايز يحصل على رخصة القيادة. أنا طبعا يعني سعدت بحضرتك، وأشكرك شكرا جزيلا. أتوجه بالشكر للسادة اللواء طارق أبو الدهب، مساعد مدير الأمن المنوفية سابقا وخبير الأمن. شكرا جزيلا فندم. شكرا لحضرتك، متشكر جدا، متشكر لأسئلتك. طبعا أتوجه بخالص الشكر للسيد اللواء طارق أبو الدهب، مساعد مدير أمن المنوفية سابقا والخبير الأمني. وهرجع مع حضراتكم استكمالا للأخبار الأمنية. طبعا كل عام وحضراتكم بخير، وفي إطار الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، رفعت وزارة الداخلية الاستعداد لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك إلى الدرجة القصوى، بما يوفر الأمان لكافة المواطنين المحتفلين في كل ربوع الوطن. حيث اطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المكثف بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد واحتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث رفعت القوات درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى مع جاهزيتها لمواجهة أي مستجدات.
وتعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها. وتشارك في عملية التأمين عناصر الشرطة النسائية التي تتسم بالكفاءة والجاهزية لأداء كافة المهام الموكلة إليها. استعدادات من أجهزة وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والاحتفالات بشكل احترافي وحضاري يعكس المظهر الحضاري والتطور الذي تشهده الشرطة المصرية، والذي انعكس على نجاحها في تأمين كافة الفعاليات التي يشهدها الوطن. اعتماد السيد وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024، حيث أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يوم الخميس الماضي نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الخميس الماضي بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية أن إجمالي عدد المتقدمين أكثر من 50,000 طالب، وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة. أكاديمية الشرطة صرح علمي أمني وتدريبي متفرد يقوم بإعداد ضباط الشرطة علميا وبدنيا وفقا لأحدث البرامج لمواجهة التحديات الأمنية، مزودين بالقيم الأخلاقية والانضباطية. في هذا الإطار اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول، وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية بهدف انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين بدنيا وصحيا وعلميا ورياضيا. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها. الطلاب الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول هم من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية، وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية. خضعوا جميعا لاختبارات علمية وبدنية وصحية تؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد النتائج. خضع المتقدمين للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقا للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل أي عنصر بشري. يمثل الطلبة الجدد كافة المحافظات واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفاعلية مكنتهم من الانضمام إلى هذا الصرح العلمي الأمني المتفرد. إجمالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والليسانس في الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية ذكور وإناث عدد 53,154، وصل منهم لكشف الهيئة 12,962 والمستهدف قبوله منهم 2,950. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها
5521 والمستهدف قبوله 800. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث 5017 والمستهدف قبوله 1550. عدد المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث 400 طالبة والمستهدف قبوله 50. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية لقسم الضباط المتخصصين ذكور وإناث 2024 والمستهدف قبوله 500. وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة على مدار فترة دراستهم إلى أن يصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن. مشاهدينا، انتهت حلقة النهارده. اشكر حضراتكم على المتابعه، والتقي بكم على خير الاسبوع القادم في نفس الميعاد وبرنامجكم ايد واحده، ودائما كل عام وحضراتكم بخير.